السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد القرار جديد خرجته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كيتعلق بالدراجات بمحرك أو ما كنعرفوهم سيكلوموتور. القرار هذا كيهم السلامة ديال السائقين وديال جميع مستعملي الطريق. حسب المعطيات، بزاف ديال الحوادث في الطريق كيكون سببها الدراجات، خصوصا اللي كتسير بسرعة كتفوق القدرات التقنية ديالها. هادشي كيشكل خطر كبير على سلامة أصحابها وعلى الناس الآخرين في الطريق. باش نوقفوا هاد الظاهرة، الدولة قررت تعتمد جهاز سبيدومتر لمراقبة السرعة القصوى المسموح بها. أعوان المراقبة كيتكلفوا بقياس السرعة القصوى للدراجة باستعمال جهاز سبيدومتر، وخاص الدراجة تكون واقفة بشكل صحيح والسائق جالس عليها بشكل سليم. الهدف هو نعرفوا واش الدراجة ما كتجاوزش الحد الأقصى للسرعة اللي هو 45 كيلومتر في الساعة بالنسبة للدراجات الصغيرة. بالنسبة للمطابقة، إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كيلومتر في الساعة زائد 7 كيلومتر